امام عاشور والونش فاكر وعبد الله جمعه وعبد الله جمعه. امام عاشور وسيف الجزيري. امام عاشور جددت له بكام؟ 8 مليون في السنه. جراس مش نت. جراس مش نت. جراس يعني بما فيها الضرايب يعني. ولمده 4 سنين بنفس الرقم. بس دلوقتي هو بياخد رقم تاني، بياخد مثلا انا بتكلم على 20 مليون جنيه. لا ما اعرفش، هو حاليا مش في نادي الزمالك. هل لو كنت رئيسا لنادي الزمالك كنت هتقدر تحافظ عليه؟ انا يعني كان ماضي معايا والله، كان ماضي مش هحافظ عليه، ما هو كان موجود في النادي، كان موجود في النادي، يعني انا سهل ودوري اهو، كان موجود في النادي. هل عندك معلومات؟ وكان موجود في النادي بعد اذن حضرتك، كان قدامه سنه ونص، مش بس موجود في النادي، كان قدامه سنه ونص. فيعني لو كنت عايز اعليه كنت يعني لا، موضوع زعلان ان امام عاشور مشي؟ انا مزعلني جدا. مزعلك؟ جدا جدا بجد، لان هو لاعب مهاري ولاعب كويس جدا، واحنا كنا شايفينه كويس جدا من قبل حتى هو ما يشوف نفسه كويس جدا. عشان كده قدرنا نعمل معاه تعاقد 4 سنوات ب8 مليون اجمالي مش صافي، وفي نفس الوقت كل سنه كانت ب8 مليون، وده من يعني يعتبر برضو انجاز اللجنه انها. والنبي جرب تقولها مره ثانيه من غير صياح. الواد امام عمل لهم ايه؟ خبور. امام عاشور عمل لهم خبور في الراس. شغل السرينه امام في نادينا الرأي ما اعرفوش خلاص. اكيد يعني انا بحترم الهيكل التنظيمي لا انا اللي مشاني زي ما قلت لك هو قرار من لجنه التخطيط، انا احترمه جدا، مفيش مشكله خالص. وقلت لك ايه اللي زعلني؟ اللي زعلني قلت لك مره اولى ومره ثانيه. تمام. لكن انا بحترم القرار جدا ايا كان بقى، لكن في النهايه انا تسلسل اداري وهيكل نظامي انا احترمه جدا يعني في التعامل. تستحملني السؤال ده؟ لا يا عم قول. طيب هو طلب منك ان انت تقدم استقالتك او تعتذر وانت رفضت؟ انا مش هقول اي حاجه خاصه بالاجتماع خالص يا مهيب، خالص اي حاجه خاصه بالاجتماع، ولا بقى ابقى راجل بقول حاجه وبعمل حق الناس. ده سؤال بسيط. حق الناس حق الاهلي على الناس اكتر. انت اصريت ان هي تكون حق الناس على الاهلي اكبر، حق الاهلي على الناس اكبر، حق انت الاهلي على الناس ان اكبر. هي تبقى اقاله. انا بقول لك انا مش هقول لك حاجه حصلت في الاجتماع لو بس نبرتك الساعه 5 لونك حزيني. انا مش مبسوط دلوقتي يعني؟ لا عامه. انا هو في الاهلي مثلا، واحد مثلا ممكن يبقى خارج من الاهلي ايا كان، حتى لو مش انا، مش هيبقى زعلان يعني؟ اكيد هيبقى زعلان من الاهلي، زعلان ان هو خرج يعني. طب اسالك سؤال وتقول لي ولا لا. طبعا. يمكن كابتن سيد ما خدش حقه وهو لعيب كوره من النجوميه. شايف وانت مدير كوره خدت النجوميه بالكامل في هذا المنصب؟ بص، في توفيق. جدع ابو السيد لعيب. قول يا سيد سمانا، كلامك حلو مدلعنا.